السلام عليكم ورحمة الله الإخوان. هذه الحلقة إن شاء الله غادي نغيروا الموضوع. ما غنديروا لا تحليل ولا أخبار ديال اللاعبين، لكن غادي نديروا المقارنة ما بين اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي واللاعبين ديال المنتخب الجزائري. وكذلك ما غنساليو هذا التحدي هذا، غادي ندوزو للاعبين اللي متضامنين مع المثليين واللي رافضين يكونوا متضامنين معهم. فالإخوان غادي نبداو بالمقارنه ديال اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي مع المنتخب الوطني الجزائري. فكيف ما كتشوفوا الاخوان، اول واحد غادي نبداو به هما الحراس ياسين بونو وبولحي. فطبيعه الحال غيكون ياسين بونو. هنايا طبيعه الحال كذلك غادي يكون نصر مزراوي، راه حاجه باينه. غانم سايس وطوبة. فالاخوان الا داروا هنايا طوبة فاذا كيخدموا العاطفه. فطبيعه الحال غادي يكون رومان سايس، فهذه حاجه باينه. الا بغاو يحطوا رامي، طبيعه الحال نايف اكرد راه من احسن الدفاعات في العالم دابا حاليا. ف الا قالوا يوسف عطال فاذا الاخوان انا دابا غنحبس هذا الفيديو. فراه حاجه باينه اشرف حكيمي. فانا بالنسبه لي انا كنقول بالناصر هما اللي غادي يحطوه، فحاجه باينه. واخا كنقول انا مرابط لاعب عنده تبارك الله فورما عنده ما يقول. سالم املاح، غالبا سالم املاح، لكن حطوا بالدبكه. فهذا كيبقى الاختيارات ديالهم. فطبيعه الحال هنايا الاخوان عز الدين اناحي لا للمقارنه. هنايا ما تقدر تحكم، لكن غادي يحطوا يوسف البلايلي، لان يوسف البلايلي كيف ما كتشوفوا دابا كيلعب في الدوري الفرنسي ولا خرج على الدوري القطري. يوسف النصيري بطبيعه الحال الاخوان راه احسن دابا حاليا هجوم في افريقيا لا غير. هنايا على ما اظن غادي يحطوا رياض محرز. حاجه باينه الاخوان. ادم زرق انا كنقول صابري افضل. فهادشي اللي الصراحه الاخوان راه حاجه باينه. حمد الله بونجاح، انا بالنسبه لي كنقول بونجاح. فالاخوان غادي نوقفوا الفيديو حد هنايا. حد الان بونجاح افضل من عبد الرزاق حمد الله انا بالنسبه لي، وكذلك متفق معاهم. فبلا ما نخدموا العاطفه، فعبد الرزاق حمد الله مازال حاليا ما شفنا في كاس افريقيا. فمازال كاس افريقيا غيكون في 2024 ان شاء الله، وتما غيبان لنا اللاعبين اللي غيكونوا متميزين. فبونجاح لاعب اللي شفناه في كاس افريقيا 2019 قدم اداء اللي هو رهيب جدا. كذلك مع المنتخب الجزائري كيلعب بواحد المستوى اللي هو كبير. عبد الرزاق حمد الله حد الان ما شفنا منه حتى شي حاجه حد الان. حنايا الاخوان دابا كنتكلموا على اللاعبين في وسط المنتخب الوطني المغربي وماشي في وسط نقولوا في الفرق ديالهم. فبالنسبه لي انا من قالوا البلايلي وبوفال فتما خدموا العاطفه، لكن هنايا ما خدموش العاطفه. عبد الرزاق حمد الله وبونجاح، فبونجاح من كيف ما كان الحال كيقدم اداء جيد، لكن نتمنى عبد الرزاق حمد الله كحنا كمغاربه يكون افضل. فهذه راه حاجه باينه للمقارنه. الخنوس الاخوان رافضين المغربي دابا تبارك الله. هما حطوا ابراهيمي لان اللاعب عنده خبره، لكن حنايا كنقولوا الخنوس راه مازال غيكون افضل منه بكثير. فحنا كنهضروا بالمنطق الكروي ليس كواحد مغربي كيخدم العاطفه. فالخنوس كذلك غادي تشوفوا شي حاجه خياليه منه. فبالنسبه لي انا سليماني هنايا حاجه باينه. الزلزولي الاخوان، انا بالنسبه لي الزلزولي لا للعاطفه. منير المحمدي الاخوان لا للمقارنه، راه احسن الحراس في العالم الاخوان، وتظلم بزاف هذا الحارس هذا من احسن الحراس في العالم. فكيبقى الاخر وليد الركراكي هو افضل مدرب. فراه حاجه باينه هذه الاخوان. فبلا ما نناقشوا عليها ونزيدوا الاخوان حتى حنا نخدموا العاطفه. فكيف ما كتشوفوا وليد الركراكي مدرب رهيب جدا. مدرب الاخوان باش يجي يدير لك هاد الخدمه هذه كامله في لاكوب دي موند وفي شهرين، فتبارك الله.
باش ما نصدقوش عاوتاني مقوصين على المدرب ونصدقوا حتى شي حاجه في هذا كاس العالم، اللهم في هذا كاس افريقيا. وكذلك في هذه المباريات هذه اللي جايه ان شاء الله اللي غادي نلعبوها في يونيو. فالاخوان ندوزو اللاعبين اللي رفضوا واللي كذلك دعموا المثليين. فالاخوان اول لاعب غادي نبداو به هو لاعب يوسف البلايلي الجزائري، فاللاعب دعم المثليين. حكم زياش بطبيعه الحال حنا كمغاربه لاعبين عندنا كيرفضوا، كذلك من لاعبين الجزائر ماشي غير كاين البعض، لكن اروخو لاعب ديال اوروغواي تصدام معاهم، بيدري رفض ديال برشلونه، لاعب كومان ديال فرنسا بطبيعه الحال غادي يتصامن معاهم، ففرنسا هما الاغلبيه ديالهم كيتصامنوا، فطوني كروس بطبيعه الحال غيرفض. هذه راه حاجه باينه، ما تفرجش الاخوان في هاد الفيديوهات ولكن راه حاجه باينه. دي بروين الله اعلم لكن دعمهم للاسف. محمد صلاح لاعب طبيعه الحال مسلم غادي يرفض الدعم ديال المثليين. غوارديولا طبيعه الحال غادي يدعمهم، فراه حاجه باينه. انشيلوتي غالبا غادي يرفض، فرفض. بوسكيتش لاعب دعمهم للاسف، فطبيعه الحال غيرفض. نايف اكرت لاعب مغربي. هاري كين غالبا غادي تا هو يدعمهم، للاسف. كنقول لكم انا اللاعبين المسلمين كلهم تقريبا رافضين الدعم، فقط بحال دابا صاني دعم الصهيونيين، ساديو ماني طبيعه الحال مسلم رفض. اشرف حكيمي المشكله ديالو دعم هاد المثليين بحالو بحال اللاعب بلايلي رفض طبيعه الحال. فان دايك دعم المثليين غيرفض حتى هو. راشفورد دعم المثليين كيلعب في مانشستر يونايتد، لاعب مرابط في طبيعه الحال حتى هو غيرفض. كيف ما كتشوف ديونغ دعم المثليين كذلك. ابراهيم دياز رفض، اللاعب مغربي. تيرشتيغن كذلك دعم المثليين، لكن هذه ما كنتش عارفها فللاسف. يوسف نصيري بطبيعه الحال غادي يرفض، فرادي حاجه باينه. مبابي دعمهم 100% لان راه كيلعب في فرنسا. غالبا اللاعبين اللي كيلعبوا في فرنسا دابا بحال دابا نقولوا البلايلي، بحال دابا يوسف النصيري، عفوا اشرف حكيمي، فطبيعه الحال هادو راه ما غادي يمثلوا المثليين. فالاخوان صعب بزاف انت تكون كتلعب في واحد النادي فرنسا، راه بزز عليك. كيف ما كتشوفوا ابو خلال الاخوان اللاعب الواحد اللي كيلعب في فرنسا وداروا له عقوبه حيت ما بغاش يمثل المثليين او بغى زعما يدعمهم. فالاخوان هادشي الصراحه كيفاش حنا ملي كنشوفوا واحد اللاعبين مغاربه راه او نقولوا لاعبين جزائريين، فصعب بزاف الاخوان يكون واحد اللاعبين مسلمين ويدعموا لك المثليين، قصحه بزاف. فالاخوان نكملوا. عندنا ليونيل ميسي فطبيعه الحال غادي يدعمهم. روديغير للاسف الشديد واخا لاعب مسلم دعمهم. نايمار كذلك غيدعمهم 100%، لان اصلا راه حاجه باينه راه رفض كيف ما قلت لكم. مصطفى محمد لاعب مصري بطبيعه الحال كذلك غادي يرفض، لان اصلا ما كيلعبش في الدور الفرنسي هذا او الدور نقولوا البرازيلي او شي المانيا، هادو الاغلبيه اللي كيدعموا دابا صح. انسو فاتي دعمهم. فارس الشعيبي فبرافو عليه. دي بروين راكم شفتوا الاخوان كذلك دعمهم. ساديو ماني رفض بطبيعه الحال. هذا بعد فاردي ما كيحملهمش بطبيعه الحال ما غيدعمهمش. ليسون دعمهم، هذا برازيلي. اغلبيه اللاعبين البرازيليين والفرنساويين كيكونوا مدعمينهم ويزيد عليهم حتى الالمانيين،
هاري ماغوير دعمهم، فالانجليز فيهم وفيهم. رفض طبيعة الحال حكيم زياش. زلاطان غادي يرفض كذلك، فهذه حاجة باينة. مبابي الإخوة راكم شتو دعمهم، فالله من الأحسن. هذا الفيديو دا الإخوان موضح أكثر من الفيديو اللي قبل. هالاند أحسن حاجة دارها هي فاش رفض الدعم ديالهم. كانتي غيرفض كذلك لأنه لاعب مسلم، واخا لاعب كيلعب في فرنسا. فرناندو سيلفا اللاعب البرتغالي دعمهم. رحيم ستيرلينغ دعمهم كذلك اللاعب الانجليزي. ساكا لاعب ديال ارسنال. نيور لاعب الالماني. هادشي اللي قلت لكم الاخوان، الاغلبيه ديال اللاعبين ديال الالمان كيدعموهم حتى هما. مزراوي ما دعمهمش، برافو. مودريتش كذلك ما غيدعمهمش. فينيسيوس كذلك ما غيدعمهمش، هذا غيدعمهم. فراه حاجه باينه، حيت كنت عنده في الانستغرام انا. رونالدو ما غيدعمش لان اصلا ما كيحملش المثليين، وعلى الله يدخل الاسلام. بول بوجبا بطبيعه الحال ما غيدعمهمش واخا لاعب فرنسي لانه لاعب مسلم. بنزيما كذلك غادي يرفض. راموس دعمهم للاسف، لاعب السنغالي بطبيعه الحال غادي يرفض. فالاخوان هادشي اللي كاين حاليا. فالاخوان الى عجبكم الفيديو او الحلقه ديال اليوم، فالاخوان كتبوا لنا في التعاليق باش دائما نقولوا مره نبقاو نديروا لكم بحال هاد الفيديوهات هادو. فالاخوان ما تنساوش الدعم والاشتراك. فتحياتي لكم وشكرا لكم بزاف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.